السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى متابعين قناة المربي الصغير، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة تربية الحمام. النهاردة معانا حلقة مهمة لكل واحد داخل على مشروع تربية الحمام، كل واحد محتار يربي نوع ايه بالظبط. في ناس كتيرة تايهة، في ناس عايزة تدخل تربي الحمام مش عارفة تبدأ بأنهي نوع او تربي أنهي فصيل. تربي زينة، تربي حمام تقيل، تربي حمام لحم، تربي حمام زاجل. فان شاء الله النهارده هنشرح مع بعض كده، او هنتكلم دردشه عامه او دردشه ان شاء الله مفتوحه كده من القلب للقلب. هنحاول برضو نسهل للناس او نوضح للناس بعض الخطوط العريضه اللي ممكن تساعدهم الفتره الجايه. اول حاجه ان شاء الله كده في البدايه يعني الناس اللي لسه جديده في القناه، يا ريت تعمل اشتراك للقناه. تمام، وعلى بركه الله نبدا حلقتنا. من قيمه يومين حد دخل لي على الخاص من اخواتنا المتابعين. سؤال قال لي اقترح لي سلالة كويسة اربيها. فطبعا الكلام ده كان على الواتس، فطبعا انا مش، ما هو انا مش يعني مش هخمن انت حضرتك هقترح لك سلالة كويسة. ما هو انا ما اعرفش انت هتربي محبوس ولا سايب، انا ما اعرفش المكان اللي انت هتربي فيه. قلت له حضرتك طب انت عندك خبرة ولا لا، انت مبتدئ ولا انت راجل خبرة؟ عشان لو انت راجل مبتدئ انا هنصحك بالانواع الرخيصة، راجل خبرة هنصحك تربي في الانواع اللي هي اللي ايه، اللي شغالة وعليها طلب. في نفس الوقت قعدت اساله شويه اسئله في البدايه كده. انا ما ينفعش انت تقول لي اقترح لي نوع سلاله كويسه وانا اقول لك وخلاص، لازم ابقى عارف اللي قدامي هيربي المساحه عنده قد ايه، نظام الشغل بتاعه ايه، هيربي سايب ولا هيطير. واخد النظام عنده، واخده يعني كهوايه ولا واخد الموضوع مشروع. راس ماله ايه، يعني هو داخل الموضوع براس مال كبير ولا راس مال صغير. اسئله كتيره. انت نظام التسويق عندك ايه في المنطقه، هتعرف تسوق ايه المنتج او ايه النوع اللي ماشي عندك في المنطقه. ماشي عندك حمام زاجل، ماشي عندك لحم، ماشي عندك زينه. فالاسئله دي كلها سالتها له. فانا ما ينفعش تقول لي اقترح لي سلاله اروح انا مديك اي سلاله وخلاص كده، لا ما ينفعش، ده كده كلام مش كلام مش صح. فلازم اعرف الاول انت المكان اللي عندك قد ايه، نظامه ايه، مساحتك قد ايه، انت هتربي فين. وفي نفس الوقت نوع المكان، انت عندك ايه، عندك غية، عندك بلكونة، عندك سطوح، عندك مزرعة، عندك عنبر، عندك أوضة، هتربي في بدروم، فهتربي في المسقط. فانا ابقى فاهم عشان اعرف يعني اديك المعلومة صح. وفي نفس الوقت انت مساحتك قد ايه، مكان كبير ولا مكان صغير. يعني عشان خاطر انصحك تربي فيها حمام يتربى في المساحات الصغيرة، وفي حمام لا عايز مساحة كبيرة. طيب تاني حاجة، حضرتك خبرة ولا لأ، ولا مبتدئ؟ ده طبعا هيفرق في نوع الحمام اللي هنربيه. طيب تالت حاجة، انت حضرتك هتطير الحمام ده ولا هتحبسه في سلكات؟ برضه لازم ابقى اكون فاهم عشان خاطر اكون اقدر افيدك على قد ما اقدر. رابع سؤال برضه سألته له، حضرتك داخل ده مشروع ولا داخله ان انت هواية وتسلية وفي نفس الوقت هتربي وتتسلى وكده، ولا انت داخله مشروع بيزنس، بمعنى ان انت معاك راس مال 1000 2 3 4 على حسب معاك قد ايه. تمام. داخل هتشتري وهتكلف وهتجهز دنيا وهتجهز عنبر، هتجهز مساحة وهتجهز سلكات، هتجهز كلفة، هتجهز سلالة كويسة. فلازم اعرف معاك راس مال كام عشان خاطر افيدك بالظبط، فعشان خاطر ادلك على الطريق الصح، عشان اقصر معاك الطرق. برضو سؤال كمان، انت حضرتك يعني انت حضرتك داخل تربي ايه، يعني داخل فصيل الزينة، ولا فصيل الحمام التقيل عايز لحم، ولا فصيل الزواجل والسباقات والجو المسابقات وجو الزاجل بانواعه. فبرضه سؤال مهم سألته له، انت عندك حضان، بمعنى انت عندك حمام حضان في المكان ومستواه ايه، يعني الحمام الحضان اللي عندك ظروفه ايه، حمام حضان على ما يفرج ولا حمام كويس وحنين. طبعا الحاجات دي كلها انا فاهم، يعني فاهم الاسئله دي وراها ايه، وانا فاهم يعني هطلع من وراه بالاجابات ايه، بناء على الاجابات على قد ما اقدر باحصائيات كده بالبلدي. هحاول اقول له لا والله انت يا نجم النجوم يا استاذ يا بيه يا فندم، انت حضرتك ينفع معاك كده، ظروفك بتقول ان انت تربي النوع ده، بحكم ان انت امكانياتك، بحكم ظروفك، بحكم خبرتك، بحكم راس مالك، لا انت تربي الايه الفصيل ده او النوع ده.
واحد تاني لأ، أنت راجل تمام، اللهم صل على النبي، أنت راجل فاهم عارف تعمل إيه، تمام، لأ ربي النوع ده واشتغل على النوع ده هتكسب منه، هكذا. فهي القصة يا جماعة مش قصة فلوس، مش واحد مثلا معاه 5 6 7 آلاف جنيه، واحد قابض جمعية، واحدة ست باعت غواشتين ولا باعت حلقين ولا معاها فلوس مش عارفة توديها فين فأتسلى، اروح انا اقول لها هاتي النوع ده، يقوم يموت منها، يقوم هي ما عندهاش خبرة، ربنا يحاسبنا على على الطير اللي هو مات، وربنا يحاسبنا على فلوسها اللي ضاعت في الهوا. فبرضه يا جماعة اخواتنا البنات او اخواتنا الستات برضه هم عاطفيين، لما فرد يموت منهم بيزعلوا حتى لو بعد اسبوع 10 ايام، انت اللي قلت لي وانت اللي نصحتني وانا ما كنتش اعرف وانا ما كنتش فاهمه. فاحنا مع بعض اهو بنحاول نصلح لبعض بعض الاخطاء وبعض المفاهيم، علشان خاطر نكون الناس يعني تكون الناس فاهمه بتعمل ايه، وفي نفس الوقت تحافظ على فلوسكم يا جماعه، يعني حافظوا على فلوسكم. تمام. طيب هل مشروع الحمام هيفشل منك؟ ما هو هيفشل برضه سؤال، يعني واحد بيقول لي هيفشل، هتقول هيفشل ليه يا باشا؟ تفائل. انت هتفشل ليه؟ يعني انت خايف تفشل؟ هتفشل. انت خد حذرك، اعمل احتياطاتك، اشتغل صح. إيه يعني تابع الحلقات اللي بنعملها، تابع الفيديوهات اللي بنعملها وبنتعب فيها. إيه، اتفرج وتعلم وامسك ورقة وقلم واكتب ورايا المعلومات اللي انت مش عارفها. اتعلم، ايه المشكلة؟ انا بقول لك خد خبرة السنين، انا بديها لك اهو ببسطها لك، خد خبرة السنين لله. لا نريد منكم اي، ولا هقول لك مقابل، ولا هقول لك انا وانا زي، ولا هقول لك استشارة ولا الكلام ده، ببلاش ومجانا. بس اسمع الكلام، مش عايز منك اكتر من كده. ويا جماعة حافظوا على فلوسكم. تمام. بيصعب علينا الكلفة، وبيصعب علينا الحاجة الغالية، وبيصعب علينا الناس اللي بتبقى بتغلط غلطات ساذجة، بمعنى في اخطاء ساذجة كده الناس بتقع فيها، الواحد بيشوف على السوشيال ميديا وعلى الفيس وعلى اسئلة ساذجة وحاجات ساذجة واخطاء ساذجة، بتضيع للناس فلوسها يا عيني، والناس ترجع تبدأ من الصفر تاني، والناس تحبط تاني، والناس ترجع تعالج تاني وتصرف تاني. طب وليه يا جماعة؟ ما هي العملية سهلة اهي، الوقاية خير من العلاج. نحافظ على حمامنا، نظبط دنيتنا، نمشي صح، نجيب المصدر، نجيب الحمام الصح من المكان الصح، نختار المصدر بتاعنا كويس، وربنا هيكرمنا وناخد بالاسباب ونسأل. مش عيب، كلنا بدأنا مش عارفين حاجة، كلنا اتضحك علينا، كلنا خسرنا. بس الشاطر بقى اللي هو يطلع بأقل الخسائر، او الشاطر اللي يتعلم بسرعة ويحسن من مستواه ويطور من نفسه ويتعلم ويفيد نفسه ويفيد غيره. يعني ده الانسان الناجح، يعني ان انت تطور من نفسك باستمرار في حياتك، حتى بصرف النظر عن تربية الحمام او الفراخ او اي هواية عندك، انت لازم تطور من نفسك باستمرار. تمام. دي كلها اسئله انت اسالها لنفسك قبل ما تدخل على مشروع تربيه الحمام. اسال نفسك الاول الاسئله دي، تبقى عارف ظروفك ايه، عارف امكانياتك ايه، عارف خبراتك ايه، عارف نظام التسويق ايه، هتعرف تسوق ولا ممكن تبقى انت راجل شيخ المربيين وراجل مية مية وعامل شغل زي ما قال الكتاب، بس عندك وفرة ومش عارف تبيع، ما عندكش سوق كويس. مشكلة التسويق يا جماعة اهم حاجة في اي مشروع، التسويق. لازم التسويق اكون عارف قبل ما ابدا المشروع، عارف هعمل ايه بالانتاج، مش اربي واخش بالبركه وخلاص وزي ما تيجي تيجي وربك مش عارف ايه. يا جماعه لا لا لا، الكلام ده كان زمان، دلوقتي كل حاجه تتحسب ورقه وقلم، نحسبها صح. انا بكلمكم يا جماعه بتكلم من القلب، لو انتوا يعني الكلام خارج والله العظيم بما يرضي الله، الكلام خارج من قلبي. فانا عايز الناس كلها يبقى الخير عندها، والناس كلها تكسب، والناس كلها تشتغل، والدنيا تدور مع الناس كلها. بالنسبة لموضوع الحمام، الحمام طير جميل جدا وهواية جميلة جدا ومربحة. على الأقل حاجة يا جماعة، حاجة تطلع الطاقة السلبية اللي جواك، تطلع راحة نفسية، حاجة يعني لا هتغنيك تقعد في قهوة ولا تضيع وقت فراغك في حاجة لا قدر الله حاجة حرام ولا حاجة غلط. لا، انت بتعمل حاجة في بيتك، حاجة بتتسلى، حاجة تكسب من وراها، وفي نفس الوقت حاجة هواية وحاجة مربحة. تمام. إيه يعني، يا ريت يا جماعة الاشتراك في القناة، ويا ريت اللايك بيعلي مشاهدات الفيديو. واللي عنده اي سؤال تحت امره ادخل لي في الكومنتات اسال، ممكن ما ردش عليك، اسال تاني وتالت ورابع، ممكن الكومنت نفسه ما يظهر ليش. فمش عاوز حد يزعل، ادخل لي مره واتنين ومعاكوا رقم الواتس. اسال مره واتنين، ممكن اكون في الشغل، ممكن الرساله تعدي،
مش عيب، مش هزعل، ما فيش مشكله يا جماعه. انا بقول لكم، انا اهوت بقول لكم تحت امركم في اي حاجه. تمام. بس يا جماعه بلاش الاسئله الساذجه، بلاش الاسئله اللي هي يعني السؤال بيبقى شارح نفسه، او يعني يا جماعه تحت امرك في حاجه تستاهل. تمام. يعني خد خبره في حاجه تستاهل. تمام. بالتوفيق يا رب ليكم جميعا، ويا رب الخير لكم كلكم. ومتنسوش برضو الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. وبالتوفيق لحضراتكم جميعا، وان شاء الله هنعمل برضو سلسله فيديوهات عن تربيه الحمام. وبالتوفيق لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.